أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن عين حورس. وقبل ما أبدأ أتمنى تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش، وتعملوا شير ولايك وتفعلوا الجرس. عين حورس واحدة من أشهر رموز الحضارة المصرية القديمة، وكانت معروفة قديما باسم واجد. تم استخدام عين حورس قديما للأحياء والأموات، وتم تقديمها كتميمة لتوفير الحماية والصحة والقوة. وكذلك تم تقديم عين حورس لتجديد الشباب ومنع الحسد. وتستخدم عين حورس حتى اليوم كرمز للحماية وإبعاد الشر والحسد. السؤال دلوقتي، منين جت فكرة عين حورس؟ وليه استخدمت هذه العين من زمان وما زالت تستخدم حتى الآن؟ تستخدم كتميمة لحد دلوقتي. فكرة عين حورس جت من أسطورة الصراع اللي دار بين حورس وست. حسب الأسطورة المصرية القديمة اللي بتحكي على أن أوزوريس كان الإله المفضل عند الآلهة القديمة، خاصة كان الإله المفضل عند الإله رع إله الشمس. وكان أوزوريس ده موكل له حكم العالم من قبل الإله رع. كان الإله ست بيكره أخوه أوزوريس جدا وبيحقد عليه، وطمع الإله ست في حكم العالم بدل من أخوه أوزوريس. فكر ست في خدعة لقتل أخوه أوزوريس عشان يحكم العالم بدل منه. الخدعة اللي توصل إليها ست الشرير لقتل أخوه أوزوريس هي إنه تمكن من أخذ مقاسات جسم أخوه بدقة متناهية. وبعدين عزم ست أخوه أوزوريس على احتفال كبير، وحضر أوزوريس الاحتفال مع المدعوين في الحفلة. وخلال الاحتفال ده جه الإله ست بصندوق جميل مصنوع من الذهب. الصندوق مصنوع من الذهب الخالص حسب ما بتقول الأسطورة المصرية القديمة. الصندوق ده مصنوع على مقاس أوزوريس بالظبط، يعني أي حد هيخش تاني في الصندوق ده مش هيجي على مقاسه. هو معمول على جسم أوزوريس أخو ست بالظبط. وبعدين في أثناء الحفلة ست قال إنه هيدي الصندوق ده هدية للي هيكون الصندوق على مقاسه. خدعة. جرب جميع الحاضرين الدخول في الصندوق، وطبعا الصندوق ما كانش مناسب على جسم أي حد إلا جسم أوزوريس. وبمجرد إن أوزوريس استلقى في الصندوق قام قفله ست بإحكام، وأخوه جوه الصندوق علشان ما يخرجش أبدا أوزوريس من الصندوق. قفل الصندوق ست بقوة وبإحكام. رمى ست بمساعدة أنصاره الصندوق اللي فيه جسد أخوه أوزوريس في النيل. وقعدت أخته وزوجته في نفس الوقت إيزيس تدور عن جوزها أوزوريس. وتوصلت إيزيس إلى الصندوق وقدرت
تحصل على جسم جوزها، وقعدت تقرأ تعاويذ سحرية، واستطاعت بالسحر أن تعيد جوزها للحياة مرة أخرى. عشان كده إما حد بيموت من البشر بيشبهوه بأوزوريس اللي مات ورجع تاني. قلت لكم إن إيزيس رجعت جوزها وأخوها في نفس الوقت أوزوريس للحياة مرة أخرى، طبعا بالسحر. عرف ست الشرير باللي عملته إيزيس مع جوزها وإنه رجع للحياة، وبكل ما فيه من قوة وغدر قتل ست أخوه أوزوريس، وقطع جسمه لعدة قطع، ووزع القطع دي في أنحاء متفرقة من البلاد. حاولت إيزيس إنها تجمع جسد جوزها، وفعلا نجحت في الموضوع دوت، إن رجع جسد أوزوريس مرة تانية. ولكن إيزيس في المرة دي لم تنجح في إعادة الروح إلى جوزها أوزوريس، وكمان جسمه كان غير مكتمل، لأن هي لقت إن في عضو من أعضاء جسمه ناقص. إيه الجزء ده اللي من أعضاء جسمه مش موجود، أو العضو هو عضوه الذكري. العضو ده أكلته الأسماك، والسمكة اللي كلت العضو الذكري بتاع أوزوريس هي سمكة القرموط. عشان كده المصريين القدماء زمان ما كانوش بياكلوا القراميط، لأنهم حسب عقيدتهم إنها أسماك نجسة لأكلها هذا العضو من أوزوريس. وأصبح أوزوريس هو الحاكم والمسيطر على عالم الموتى. أما ست الشرير فقد بسط نفوذه على جميع البلاد، وكانت إيزيس حامل من جوزها أوزوريس قبل ما يتقتل. ولدت الإلهة إيزيس الطفل أو طفلها حورس، ولما كبر حورس وأصبح في سن الشباب قرر إنه ينتقم من عمه ست، لأنه طبعا زي ما احنا عارفين هو اللي قتل أبوه أوزوريس واغتصب العرش بالخداع منه. وبالفعل قامت معركة ما بين حورس وست، ويا ريتها كانت معركة واحدة، لا ده عدد من المعارك استمرت لمدة 80 عام، 80 سنة بيحاربوا بعض. وأثناء المعارك بين حورس وست خسر حورس عينه الشمال، عينه اليسرى فقدت. بتقول الأسطورة إن الست اقتلع عين حورس وقطعها أو مزقها إلى 6 قطع، وألقى ست الشرير ال6 قطع الخاصة بحورس في مناطق مختلفة من البلاد. ولكن حورس قدر يجمع الأجزاء ال6 من عينه اللي فقدت، بس طبعا حورس بنفسه ما قدرش يجمع عينه اللي اتفقدت، ولكن عمل ده بمساعدة إله اسمه الإله تحت أو جحوتي، وهو إله الحكمة. وأصبحت عين حورس تميمة. من ساعة ما فقد عينيه ورجعت تاني أصبحت تميمة. واللي بيلبس عين حورس بتحافظ الشخص اللي بيملكها من المخاطر والأرواح الشريرة. وكمان أصبحت عين حورس تمتلك خصائص علاجية، وتعطي الشخص اللي بيملكها القوة والنشاط والحيوية. وأصبحت العين رمز للشباب الدائم، يعني اللي بيلبس عين حورس بتحفظه، بتحميه، بتديله القوة، وكمان بتخليه في حالة شباب دائم. وتم تصنيع عين حورس من الذهب والفضة
والأحجار الكريمة والمعادن المختلفة. واستخدمت عين حورس كتميمة من قبل الأحياء والأموات، يعني لما بيجوا يدفنوا حد بيحطوا له كذا عين حورس مع جسده في التربة أو في المقبرة علشان تحميه. ورغم الاعتقاد القديم بعين حورس ان انتهى عهدها خلاص، وان ما حدش بيؤمن بالديانة المصرية القديمة وبالعقائد ديت او بالتمائم اللي بتقدم، الا ان عين حورس ما زالت تميمة حتى الآن. يعني ايه؟ يعني انا لو نزلت السوق او رحت اي مكان ممكن الاقي عند بتوع الحلي عين حورس واشتريها علشان تحميني من الحسد وترجع لي الشباب والقوة. بتلاقي ناس كتير قوي لابسين عين حورس ديت كعقد مثلا او انسيال او حلية على شكل عين حورس علشان تحميهم من الحسد، ورمز كمان للحماية. والعين تستخدم كرمز للصحة والقوة والشباب زي ما قلت لكم. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة. أتمنى إنه يكون نال إعجابكم، وتشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى. السلام عليكم.